رجعنا معكم باش نديرو معكم التحليه. المهم درنا الحليب هنايا كيف كتشوفوا هنا الحليب، وغادي نجيبو البسكوي وندوزوه في هذا الحليب. يعني نفتحو هذا، هذه المرحله الاولى. شوف كي غنديرو ليها يعني غنجيبو البسكوي وغندوزوه في الحليب غير شويه، يعني ماشي بزاف، وغادي نستفوه. ماشي مشكل يتهرس يتكسر او يتهرس، ماشي مشكل، غادي ندوزوه غير شويه د الحليب بحال هكا او نرشوه. هضروني على الارتباك. المهم غنفرشو البسكوي كله هنا، ماشي مشكل الا مكسر. غنديرو واحد الكميه البسكوي مهمه. بعدين غنديرو الخطوه الثانيه هي البنان فوق البسكوي. غادي نصاوبو الكريمه اللي غادي تكون في، غنديرو جوج كريمات، وحده بيضاء وحده بنكهه الشوكولاته. عندي هذا ديال هذا نحطو هنا. الله تشوفني الشركه وتبعت لي بسكوي، انا بسهر لهم بسكويهم شهرة ببلاش. المهم ندوزو غير شويه الحليب، ندوزو غير شويه الحليب ماشي بزاف باش يبقى لينا مكرمل. واني ينفتح، ما كيتفتحش دغيا. هاد البسكوي عاقل عليا من لما كنت صغيره. بلا جينواز بلا والو، يعني هذه تحليه بالبسكوي تتجي رائعه، وحتى الاطفال كيحبوها بلا جينواز. لو بغيتو ديروا طبقات ممكن ديروا طبقات. نتمنى تكونوا تشوفوني بحال هكا. كنجيبوا البنان وكنقطعوه بحال هكا، حتى هو غير كميه قليله هنا. دابا غنخليو هذا الشيء على جنب، وغادي نمشيو نصاوبوا الكريمه. البنات رجعت معكم هنايا باش كيف قلت لكم استفت البسكوي. غادي ندير المهم بنات وولاد مرحبا بكم. هنايا غادي ندير الحليب المجفف تقريبا هنا
المهم حسب اللي بغيتو نتوما. غندير 4 المعالق نتاع الحليب المجفف، 4 المعالق ما عامرينش او 5 هنايا. وغادي ندير الماء ونحرك الكل، نحرك مزيان باش يذوب ليا هذاك الحليب، باش الحليب يذوب. شتوني المرحله الاولى ستفت البسكوي في طاسه او اللي عندكم نتوما، كنحرك مزيان وكنجيب النشا كندير واحد 2 المعالق عامرين ديال النشا. هذا النشا، هذه الطبقه الاولى ديال التحليه. نحركو الكل وغادي نضيف السكر. المهم السكر ولا سنيده اللي عندكم نتوما، انا عندي هذا ما عنديش. كنحركو الكل مزيان ونضيفو واحد فلون. انا دائما نخدم بعفويه انايا. هانتوما ندير فلون، ندير 2 الباكيات ديال الفلون. غادي نديها للغاز مع التحريك، نديها للبوطه وبقاو تحركوا حتى كيعقد ليا الخليط، ومن بعد نرجع معاكم. عدنا معاكم ورجعنا معاكم هنايا. كيف تشوفوا هنا استفنا البسكوي والشرائح ديال البنان هنايا كلها وزعناها عليها. المهم خليط ما بين البسكوي والبنان، هذه الضيوف ولا اللي بغيتو زوينه وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى انها تعجبكم. دابا غنجيبوا الكريمه وغنوزعوا الكريمه هنايا على الخليط، كنوزعوا عليه الكريمه. كنخليو الكريمه كندخلوها دابا للثلاجه او الفريزر، نخليوها تبرد لينا شويه ونجيو نديرو الطبقه الاخرانيه، يعني الطبقه الاخيره عباره على شوكولاته، حليب، شوكولاته ونكهه ديال القهوه اللي غنديرهم من الفوق. غتشوفوا الطريقه ونتمنى انها تعجبكم وترقكم. دابا غنديه للثلاجه، نديه للبراد اللي ما كيفهمنيش راه كنشرح ليه. غنديه للبراد يبرد ليا شويه، ومن بعد غنرجع باش ندير الطبقه الاخيره اللي قلت لكم ان شاء الله تعجبكم. رجعت معكم باش نكمل التحليه ديالي. هذا الواجهه ديال التحليه غادي ندير فيها النكهه ديال القهوه سريعه الذوبان. غندير معلقه ديال القهوه وغادي ندير فلون شوكولاته، فلون ديال الشكلاط، وغندير الشوكولاته المذابه، ندير الشكلاط المر، يعني الواجهه ديالها غنديرها بنكهه القهوه. ممكن في هاد الواجهه ديروا المكسرات، ممكن ديروهم، ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا اللوز. نتوما اختياري اللي بغيتو ديروا مع هاد الشكلاط هذا. هنايا درنا الحليب، هنا درنا الحليب ودرنا السكر. الشكلاط مسوس ماشي حلو هذا. وكنحركوا الخليط. هنا كاين السكر، هنا غادي ندير معلقه ديال النشا، معلقه ونص ديال النشا، عفوا. وكنخلطوا الكل، وكنديو الكريمه ديالنا كتعقد لينا، نديوها للغاز تعقد لينا الكريمه.
ونرجعوا باش نديرو فيها هذا ديال الفلو، نديرو في وسط الكريمه باش يعطينا نكهه كتكون زوينه. في هذه اللحظه هذه الا بغيتو ديروا لوز هنا ممكن ديروا ولا تخلوها حتى تعقد الكريمه وديروا فيها شويه ديال اللوز. المهم اختيار اللي موجود عندكم، اختياري اللي موجود عندكم. ممكن نضيفوا الجوز، ممكن نضيفوا كلشي، المكسرات، التمر ممكن نديروه. فانا اكتفيت فقط غادي ندير هنايا، نمشي نديها للغاز ونرجع معكم. هانتوما الطبقه الاولى من بعد ما درت في الثلاجه هي هذه بنات تجمد. هانتوما ولات تجمد الطبقه الاولى، غنحازها. وعندي الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه سكت معكم الشوكولاته هي هذه. دابا غنضيف فيهم، نضيف ليها ياغورت ديال الفلو كراميل، وغنخليه نخلطو مزيان باش يذوب ليا. نخلط الكل. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه، يعني الطريقه سهله، ما تحسنكم مع ضيوفكم، طريقه زوينه وشي حاجه اللي صحيه. ممكن قلت لكم تدخلوا حتى الفواكه جافه، ممكن. صافي نحرك وغنقرب الطاوه وغندير الطبقه الاخيره هي ديال الشوكولاته والقهوه. يعني هذه الفيديو طويل شويه ولكن يستاهل المشاهده، يعني يستاهل المشاهده. هانتوما هاد الكميه ممكن ديروها في البراد، ديروا على حسب قياسكم نتوما. انا غادي نديرو في البراد وغناكل فيه تقريبا 4 ايام ولا اكثر. صافي كنخليوها بحال هكا، كنزينو شويه ونخليوها غير بحال هكا. غادي ندخلوها للبراد، ندخلوها للثلاجه، ومن بعد نشوف واش غنزين الفوق. اما نخليها بحال هكا، اما نزينها بشي لوز ولا اللي موجود عندكم اللي موجود.